هلا والله يا ولد، صباح الورد صباح الياسمين. الجو ضباب وهسه طالعين لسوق الأحد. اليوم راح تكون جولة كلش مختلفة بسوق الأحد. سوق كبير كلش، بس إن شاء الله ما يخذلنا الجو. شوفوا الأمطار، ما أعرف إذا تشوفون كله مطر ولعبان نفس، فعلى ما أظن لو لحق على نص السوق لو ما لحق، لأن بس تصير مطر كلهم يطفرون. فخليكم ويا الفيديو مشاهدة ممتعة. قاعد من الصبح، اليوم واحد عطلة، بس مع ذلك قاعد الصبح حتى أصور هذا الفلوج. بعد 3 دقائق على القطار مالتي. تعال يسار، تعال الحمام ولا فوق. طبعا يا ولد هذا سوق الأحد ما بي بس غراض مستعملة أو بالة أو مش ايه لك دا احكي ايش بيك؟ ارجع صدق بلشنا. طبعا سوق الأحد ما بي بس غراض بالة أو مستعملة أو شي، بي هم أغراض جديدة وأنتيكة وما أعرف شنو. يعني مثلا هنا الألمان بيهم طبيعة حلوة، مثلا عنده سيد جداري أو شي ما يريده، فشي يسوي؟ يجي بهذا السوق يعرضه يبيعها بسعر رخيص على مود الغير يستفاد. فراح تشوفون بيه شغلات جديدة وقديمة وانتيكة وبيه ملابس، حتى اكو محلات مال اتراك مفتحين بيه. يعني مو لاحظ ثقلت هواية بالحكي؟ هسه حرقت الفيلم انت. مو غير اوضح لهم. هاي من دخل هذا القطار السريع، هذا يقف من محطة بعيدة لمحطة بعيدة، ما يقف المحطات قريبة. يلا ابو تشوف تعال. يلا هسه نروح على سوق الأحد. قبلك دقيقتين ننزل. الله، اقسم بالله نبقى عراقيين. يعني الطريق هذا الشارع، شوف هذا الشارع ورايا، هذا الشارع ورايا كامل. يجي مصطفى يقول لي نعبر منه، يقول لي نعبر منه. يعني صدق عراقيين والله، يعني الا نتغرم يلا نرتاح. صدق كذب. ادري استغفر الله، قروده دنقموز على الصبح. طبعا هذا يبيع شغلات انتيكه. شوفوا هاي كلها سجاد قديم، واعتقد اسعارها مناسبه يعني رخيصه. شوف هاي الشغلات، شنو هاي؟ واو، هاي دا تسلم علينا. اقول لك مصطفى هاي شنو؟ يعبدوهن انتيكه. شنو هاي؟ على شنو ترمز يا ولد؟ الله عليكم كتبوا لنا ايش تعرفوا. انا كلش مو زين بالتاريخ. باع هذا الشطل، مشتهي تاكل ضلع؟ باع شطل وخاشوقه. هذا هماتين نلعبها. هذا سيدنا المسيح عليه السلام. شوف هاي شنو باوع هاي. خلينا نسأل على اسعار اذا موجود. ترى دجك بيها هاي والله. ايوب هاي شنو؟ هاي كان ياكل بيها جدك العاشر. هاي شنو هاي؟ وهذني الشغلات عنده كثير تحفيات. هذا شغلات انتيكه. هنا أنا تكثر الشغلات الانتيكه. هذا مو غريب علي. هذا مو غريب علي. هاي شنو؟ هذا ميز. افتحها مصطفى. كفو. شنو هاي؟ هذا جدا. شوف هذا الكرسي في ايدك. شوفوا هاي الجنط من زمن العصملي. هاي شنو هاي؟ بيض مسلوق. هاي خوش بيض. هذا بعيد البيض هنا يسوونه. صدق اكو عيد بيض هنا. واو، شوف هاي المحابس وهاي الغراض الانتيكه. هاي حجيه تبيعها طبعا، ما تريد تطلع بالفيديو، كلهم يريدون يطلعون. شوف هاي الشغلات. داسس اورجينال، داسس سيلفا اليس احسو. طبعا هاي الاحذيه كلها اصليه، وهمات اسعارها مناسبه، وبيها جديده وبيها مستعمله يعني. هذا شنو هذا ايش قد سعره؟ اوه 250 يورو. واو شنو هاي؟ صدق شغلات مميزة. هذا بس روسي يبيع. هذا يبيع عظام حقيقية. هاي حقيقية مو دا يقول. Das echt? واو هاي كلها حقيقية. منين يجيبهن يا الله؟ واو، أول مرة أشوف واحد يبيع هيك عظام. صدق يحكي صدق كذب. هذا ايش قد سعره؟ في كوستد داس؟ اشتريت نشت. واو هذا 35 يورو. هاي كلها روس حقيقية. عجيب والله، خبلني. معقولة؟ شوفوا هذا. يا
هذول كلهم يريدون يطلعون وجههم. طبعا سمحت لنا نصور. هسه احكي لكم موقف محرج صار وياي. شوف هاي السيارات، هذا الناظور الواحد ب30 يورو. صدق كذب. هذا شي شوفك القمر الصناعي. الله يسلمك ويسلم. اقول لك هذا الحذاء يفيدك. شوف كلها شغلات انتيكة السوق، ما بي شي، كلها شغلات انتيكة يعني ما بي شي مميز. بس هاي شنو هاي؟ ها انكسر هماتي انا ماعون، مو بس انت كسرت هذاك هم كسر ماعون. طبعا حجية كلش حبابة سمحت لنا نصور. شنو هاي؟ هاي كلش قديمات مو؟ واو. Wie viel kostet das? 12 Euro kostet Ach eins. so, danke. 12 Euro. Ja, das große ist 7 und die anderen, die kleinen. Oh, شوف ذني لعابات قديمة مال قبل، das kleine kostet. مال قبل. واو. شنو؟ والله ما ادري. ما اعرف. مو ولا تكسرها. قبل شوي كسر معون. خلينا نشوف. هذا الحصان. هذا الحصان مميز. هذا مصطفى ذني شنو؟ ها جربهن بركة تكسر لك واحدة. فلوس اخاف الاول ما دفعت فلوس. هذا تدفع فلوس يا حبيبي. هذا لعبة قديمة لو شنو هاي؟ لا يمكن هاي مال غزل تسوي خيوط. والله جديات هاي تسوي خيوط. كلش مميزة. طبعا فد تعصبنا. اول شي السوق خايس ما بي شي زين. اثنين دا نصور جا واحد علينا على الصبح. منو قال لكم تصورون وغير مسموح وما شنو، قام يدور خاوات. والله كلش تعصبنا. قلت له اعطيني ورقة من الشرطة، انت مو صاحب هذا المكان، انطيني ورقة كاتبها انه ممنوع التصوير. احنا ما دا نصور الناس، دا نصور الغراض. اول شي ما قبل، بعدين من قلنا له اوكي خابر الشرطة، خابرهم خلي يجون ما عندنا مشكلة. قال ها اوكي عادي صوروا الغراض بس لا تصورون الناس. والله العظيم يعني فوق مو غرض تعبانة، فوق ما يغثنا عصب. احنا قاعدين نسد. انا مقت الموبايل بالسبعة والعينتين قعدني بالسبعة الا ربع، يعني ماكو هيجي قابلية. قد حلو لقطة القطارات هاي. وهاي الساعة عند عيون.
راح احكي لكم عن هاي الكنيسة. هاي الكنيسة طول بناها من سنة 1270 الى 1330. طولته والان مثل ما تشوفون دقيقين كلش بالتصاميم والتفاصيل الدقيقة جدا. وهاي الكنيسة من اكبر الكنائس الموجودة بمدينة نورنبرغ. وبالحرب العالمية الثانية هاي الكنيسة هي الوحيدة اللي بقت صامدة، اللي ما تأثرت بالحرب العالمية الثانية، اللي بقت مبنية يعني. فشفتوا التصميم هائل صراحة. الشغلات اللي بيها صورت لكم اياها يعني شي كارثة. وبنفس الوقت لا غيروا بها شيء على مدى هاي السنين كلها. بقت اثرية، لا غيروا صبغ، لا غيروا يعني ارضية، كله بقى الحجر القديم، التصميم القديم كله هو نفسه بقى. ومثل ما شفتوا هاي الكنيسة اللي ورانا هي من أكبر الكنائس اللي موجودة بنورنبرغ، واللي مثل ما قلت لكم اللي بقت صامدة بالحرب العالمية. صراحة البناء خيالي مثل ما شفتوا. وهاي من برا هسه راح أصور لكم إياها مالتينا، جدا جدا خيالية وكبيرة قد ما تتصورون. وهذا اللي قدرنا نصوره من داخل الكنيسة هاي.